الشعب العربي وأحتكم إلى كل مثقف. الكتاب بتاعي موجود في المكتبات وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية وقرئ في جميع أنحاء العالم. أرجو لأي قارئ يقول لي ما هو السر فيه. أنا من وجهة نظري لا أجد فيه سر، يعني ولكن معنى ذلك أن في أسرار كثيرة أنت لم تذكرها في الكتاب؟ في بعض أسرار مثلا وقتها كانت تعتبر سر ما جبتهاش. يعني مثلا الصواريخ بعيدة المدى اللي هي كانت سكوت. تركب في التيو 16 ولها مدى، كان لسه لغاية دلوقتي ما هيش معروفة بشكل جازم، فما جبتش سيرتها. الحاجات اللي أنا أعرف يعني، لأن مفهومي للسر إيه؟ هي المعلومة التي لا يعلمها العدو، والتي إذا علمها فإن ذلك يسبب تهديد لأمن وسلامة بلادي. فما فيش في أي ما قلته يعتبر سر دولة. جايز يكون سر حكومة وسر حاكم، طيب أشياء يريد الحاكم أن يخفيها عن الشعب. ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا، فرق كبير جدا. المرحلة تقتضي ذلك؟ أبدا أبدا. كل واحد في السلطة يستطيع أن يقول كما يشاء، ولكن لنا عبرة في البلاد الديمقراطية. وقصة البونتينج اللي هي حصلت في إنجلترا في أعقاب حرب الفولكلاند. نعم. كان ثاتشر وهي في الحكم أرادت أن تخفي معلومة عن حزب العموم، مجلس العموم. فكان في وكيل وزارة في اسمه بونتينج في وزارة البحرية، سرب هذا الخبر إلى إيه؟ وسائل الإعلام. إلى وسائل الإعلام المعارضة بالذات. فحزب العمل ثار ضد إيه؟ ضد ثاتشر. قدموا بونتينج للمحاكمة. الدفاع كان بيقول، الدفاع عن بونتينج بيقول لك حق الشعب في المعرفة. ربما أي شخص يرد ويقول إن هذا قانون بريطاني وليس قانون مصري. لازم نخلي قانون مصري يعمل كده. ما الفرق؟ الديمقراطية ليس لا وطن لها. إما نحن بلد ديمقراطي ونأخذ بالوسائل الديمقراطية أو غير ديمقراطية. فكان قال لك حق الشعب في المعرفة، ويجب أن نفرق بين سر الحكومة وسر الدولة. المحافظين بيردوا، المدعي العام بقى بيقول لك إيه؟ سر الحكومة هو سر الدولة، لأن الدولة منتخبة بوسط بوسط الشعب. قال لك لا، قد يتطابق أحيانا سر الحكومة مع سر الحاكم، وليس بالضرورة أن يكون هناك تطابق تام. يعني سعادة الفريق أنت غير نادم على ما ذكرته في الكتاب؟ إطلاقا إطلاقا. ولو عادت بي الساعة مرة أخرى هعمل نفس الكتاب رغم محاكمتك رغم محاكمتي. والنهاردة أنا بقول لك هذا الكلام يعتبر كأنه في مفهومهم كأنه إذاعة أسرار، وأنا غير معترف بهذا. يعني ليس هناك شيء تعتبره سر فيما إطلاقا تحدثنا به طوال 10 حلقات؟ في كل ما قلته لا أجد فيه سر إطلاقا، لأنه معروف لدى العامة والخاصة خارج خارج مصر بصفة عامة. ما تقييمك لتجربتك الحياتية يعني المليئة بالأحداث، المليئة بالمشاكسات، اسمح لي في هذا، كيف تنظر لها الآن؟ يعني كيف تنظر لتجربتك الحياتية؟ راضي تمام الرضا عما فعلت، ولو عادت عقارب الساعة والأيام إلى الخلف لسرت في نفس الطريق، لأن أنا اليوم أنام وأنا مطمئن، ضميري مرتاح، لا أحس بأن أنا قلت شيء كذب وخدعت به ناس وخدعت به دولتي أو خدعت به أي حد أبدا، بل قلت الحقيقة، والجزاء من عند ربنا إن شاء الله. سعادة الفريق، في مواقف معينة كنت تتمنى أن تصرفك فيها يكون غير التصرف اللي قمت به؟ أبدا، الحمد لله الحمد لله، كل القرارات كانت سليمة 100%. حتى يعني قرار إقامتك في الجزائر وطوال الفترة اللي أقمتها هناك 14 عام تقريبا، واعتبرت أنك أنت معارض ويعني بتهدد سياسة الدولة أو بتهاجمها أو شيء من هذا القبيل؟ ما تقولش الدولة، قول سياسة الحكومة. ما لازم نفرق بين الدولة والحكومة، دي نقطة هامة جدا، نقطة هامة جدا. الحكومة متغيرة والدولة ثابتة، مصالح الدولة ثابتة، مصالح الحكومة متغيرة. لازال لك طموح تود أن تحققه في حياتك؟ ما فيش غير إرضاء ربنا، وأنا راجل عندي 76 سنة، جاوزت 76 سنة، وما فيش غير إن إرضاء ضميري وإرضاء ربنا بس، ولا طموح أكتر. لازلت معارض للسلام والاتفاقيات كما طبعا. قضيت عام ونصف في السجن الحربي بتهمة إفشاء الأسرار العسكرية. كيف مرت عليك هذه الفترة؟ ما فيش،
مرت سريعا، وكنت بقرأ القرآن واستفدت منها كثيرا جدا. يعني أتاحت لي أن أقرأ القرآن فوق من 70 مرة، لأن كنت كل 10 أيام بأتم القرآن، كنت بقرأ كل يوم 3 أجزاء. سعادة الفريق، هل في شيء كنت تأمل أن تحققه ولم تحققه في حياتك؟ لا الحمد لله. شوف أنا أصلي أؤمن بالقدر كمان، يعني ما هو الإيمان جزء مهم من الإيمان أن تؤمن بالقدر. فالمطلوب أن الواحد يفعل ما يعتقد أنه صح، أما النتيجة فلا، مش بتاعتك، النتيجة بتاعت ربنا، وده جزء من القدر، وأنا أؤمن بالقدر تماما. ما رؤيتك لمستقبل الأمة العربية؟ بالنسبة للمستقبل البعيد في صالح الأمة العربية والأمة الإسلامية، وسينتصر العرب والمسلمون على إسرائيل، هذا مما لا شك فيه، لأنه وعد إلهي، والوعد الإلهي لا نقضى ولا إبرام بالنسبة له. فهذه حقيقة، وكما قلت لك الرؤية الاستراتيجية بتؤكد ذلك. فللأسف احنا بنمر بمرحلة سيئة، مرض بعتبره مرض مؤقت، ولكن سنبرأ منه إن شاء الله. والطريق اللي هيوصلنا له أن نأخذ بالديمقراطية الحقيقية، الديمقراطية ثم الديمقراطية ثم الديمقراطية. في ختام هذه الشهادة التي قدمتها على العصر، ما الذي تقوله للأجيال التي تعيش الآن والتي تستمع إليك والأجيال اللاحقة أيضا؟ أقول لهم أن حياتي كانت مليئة بالمتاعب والمشاق، نتيجة أن أنا كنت بأتمسك برأيي وبالحق، بأن أكون دائما في جانب الحق. ولكن بالرغم من هذه المشاكل وصلت إلى أكبر منصب عسكري ممكن أن يطمع فيه واحد، وهو رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفي وقت من أصعب الأوقات التي هي حرب أكتوبر. فهذا من فضل الله. فمش عايز الناس تخاف إنها تقول كلمة الحق، تقول كلمة الحق حتى لو تسبب ذلك في بعض المشاكل، ولكن فليتأكدوا أن هذه المشاكل مؤقتة، وأن ربنا سيعوضهم بعد ذلك، وتعويض ربنا سيكون أجزل وأكثر إن شاء الله. سعادة الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به على مدى 10 حلقات من شهادة مفصلة على العصر. شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، حتى ألقاكم في حلقة قادمة مع ضيف جديد في برنامج شاهد على العصر. هذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.